الوطني وليد الركراكي. وليد كأول مدرب عربي وإفريقي يصل لدور نصف نهائي كأس العالم، وبذلك هنا نزور رفقة الطاقم رشيد بن محمود، بقية الطاقم الإداري والطبي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في انتظار كذلك نزول اللاعبين. إذن السيد فوزي لقجع إذن في يصل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والناخب الوطني في لحظة إلى جانب كذلك أبرون رئيس الوفد المغربي بالنسبه لإعداد المغربي المحلي. رساله كانت جدا وبادره تحسب رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي لقجع لتوجيه الدعوه لامين حارث من اجل الالتحاق ببعثه النخبه الوطنيه ومعايشه هذه الاجواء المونديالي. واليوم كذلك الدعوه حاضره بالنسبه لامين حارث من اجل ان يصل رفقه البعثه لارض الوطن. نعم، امين حارث كان مع الوفد وكان في قطر، وتابعنا منذ ان تعرض للاصابه الاهتمام التي يعني شمله من طرف الجامعه الملكيه المغربيه. مؤثره هي ديال حضور الامهات، صحبه لاعبي المنتخب الوطني، وهذا كيأكد على مدى الترابط. تلك اللحمه اللي الحقيقه كتجعلنا دائما العوده الى العائله والى رضا الوالدين، لان بدون رضا الوالدين لا يمكن ان يتحقق اي شيء. هذه طبيعه عندنا، لان ضروري خاص يكون عندك كما كيقولوا عندك طابع ديال الوالدين. هذاك الطابع دائما كتكون استاذ حبشي في الصوره كان واحد من جنود الخفاء رفقه المنتخب الوطني المغربي، الرجل الذي كان يعني مفكك ان صح التعبير شفره المنتخبات اللي واجهنا عبر تقنيه الفيديو. نتابع اذا هذه الاسماء، هؤلاء نجوم المملكه المغربيه الذين شرفوا الكره المغربيه، شرفوا هذا الوطن الغالي، ورفعوا اسم المغرب خفاقا في مونديال قطر 2022. كلهم اسم طاقم اداري، طاقم طبي، طاقم تقني، لاعبين، امهات اللاعبين، اسر اللاعبين، ولكل من ساهم من قريب وبعيد في تقديم هذه الصوره التي تليق بهذا الوطن المشرق المملكه المغربيه. وفخامه الاسم تفي استاذ عبد الهادي، فخامه الاسم تفي المملكه المغربيه. الحمد لله اننا عشنا هذه اللحظات اللي في الحقيقه يقشعر من الجسد من خلال هذا الالتحام وهذه التشجيعات اللي كنسمعوا الصراخ ديال المواطنين الا ما كانوش حضروا في قطر في الدوحه لمؤازره المنتخب الوطني، فهم جاو هنا باش يعنوا ويحيوا كل عنصر ويعرقوا كل عنصر كل باسمه، لان في هذه الحقيقه هذه لحظات تاريخيه لن ينساها الجميع. وهنا يتجسد حب الوطن والمواطنه الحقيقيه التي نستشعر من خلال هذا التواجد وهذا الحب وهذا الوئام بين كل مكونات الشعب المغربي، لاعبين وجمهور. وهذا ما يؤكد على ان الحمد لله الحاله الصحيه ديال الرياضه في بلادنا والحاله الصحيه ديال كره القدم تسير من حسن الى احسن، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان اذا التوفيق. العناصر الوطنيه السيمبول، واحد من افضل الحراس في هذه النسخه اشرف داري، من الخنوس، بدر بانون، والجميع الاسماء بدون استثناء، كذلك يوسف نصيري، نايف اقرد، تبعنا الصابيري، تبعنا اناحي، تبعنا كل الاسماء الان في هذه اللحظه الجميله وهذا الاستقبال الذي يليق بمقام الاسود وفي ظل ما حققه الاسود. وهكذا هو الوطن، هكذا دائما المغرب. يعني حينما يتعلق الامر بتشريف الرايه المغربيه فكيكون الجزاء، كيكون العرفان، كيكون التكريم، واجمل تكريم بالنسبه لهذا الاسود كما تابعنا من خلال هذا الاستقبال الذي سيكون استقبال شعبي وجماهيري، استقبال في مستوى المسار المتالق الذي حققه المنتخب الوطني المغربي خلال نهائيات كاس العالم قطر 2022، وجاء ذلك بتعليمات ملكيه ساميه من الرياضي الاول جلاله الملك محمد السادس نصر الله. وهذا العنايه المولويه تبعنا